أنا زي ما قلت في أول حلقة جات لي رسائل كتير على الصفحة بخصوص موضوع المخدرات وعايزين إجابة من حضرتك. أول سؤال معايا بيقول: أستاذ محمد، أنا عندي أخ صغير في أول عشرينات عمره، اتقبض عليه ومعاه كمية صغيرة من المخدرات. هو بيقول إنها كانت للاستعمال الشخصي، لكن النيابة وجهت له تهمة الاتجار. إحنا كعائلة مش فاهمين الفرق القانوني بين الاتجار والتعاطي، وهل في فرصة إن القانون يخفف عنه العقوبة لو اتثبت إنه فعلا مش تاجر؟ طبعا في فرصة، لأن هو يعني نطاق الاتجار في المواد المخدرة بيختلف عن نطاق التعاطي أو تعاطي المواد المخدرة. هذه المسألة إذا ثبت مثلا منها أن هو يعني أنا ما أعرفش دايما يعني ظروف القضية إيه ووضعها، لكن إن شاء الله ربنا يطمنهم عليه. فظروف القضية هي إيه؟ هل أنا عندي مثلا وليكن كمية قليلة من المخدر تصلح للاستخدام الشخصي، فنستطيع أن نقول أو أن نعدل القيد والوصف أو التوصيف الجنائي الخاص بالجريمة من اتجار إلى استخدام شخصي وليكن أو تعاطي، فتصبح العقوبة هي العقوبة الأخف والعقوبة الأدنى لا محالة. فمثل هذه الأمور، يعني الأمور متشعبة في هذه المسألة، لكن باختصار نعم، إذا لم يعتبر أو إذا المحكمة تيقنت أو إذا ارتأت المحكمة واطمأنت إلى انتفاء قصد الاتجار في هذه المسألة، وأن هذه المواد المخدرة لم تعد سلفا للاتجار والتربح منها، فيجوز أن تسقط ظرف الاتجار ويحاكم في شأن التعاطي. وبالطبع ستكون العقوبة أخف وستكون العقوبة مخففة، ده فضلا أنه ممكن يخرج يعني إذا كان في القضية ما يدعو إلى الحكم بالبراءة. تمام.